الأكاديمية دي غنية كده، طعمها قوي قوي. أنا كنت دايما أكلها على طبق السلطة، كنت أطلبها من الشيف زمان في المدرسة عندي. أهلا بكم في مقارنة أغلى وأحسن كيلو مكسرات في البلد، وهو أبو عوف وزين والحاج عرفة، وهنقارن التلاتة ببعض. سمي الله ونبتدي. أخش على أبو عوف وكيلو المكسرات ب 1420 جنيه مشكل. انا فاكر ان انا جبته باقل من كده، كنا جايبينه ب 800 وحاجه. هل في فرق بقى عشان ده يبقى بالضعف؟ اهلا بابو عوف ونشوف. امسك يا ولد. ميزانه كام قدامك؟ 978 والوحدتين اللي جم على جنب، يعني كيلو حلال. والصراحه يعني هو ب 1420 جنيه بس مليان بيكان وميكاديميا. الميكاديميا اللي هي اعلى نسبه فوسفور وكوليسترول، هي الحاجات دي. بص هي زي البندق اهو، ادي البندق وادي الفستق وادي كله وادي المكسرات اللي اتدفع فيها الرقم دوت. تعال نسمي الله ونعلي الكوليسترول والفوسفور. كطعم حلو قوي ومملح حلو، بس كشكل مش عجباني. حاطين لي واحده فاضيه. ابو عوف ابعتوا لي واحده الفاضيه مكان دي، ودي واحده مكسوره، عايز واحده سليمه. وملح ده كميه ملح ايه يعلي الضغط مش الكوليسترول ده. واحده تانية اهي. بس الفستق الصراحه الاخضر دوت بيبقى ليه طعم تاني خالص عن الاصفر. حاجه اسمها بيكان مش عين جمل، ودي اغلى. فالصراحه هو حاطط تشكيله حلوه، ولكن لون الملح مغطي طاغي عليها مش مخليها لامع. والكاجو مشكل يعني كبير على صغير زي ما انتم شايفين الحجم. طيب تحس ان حاجه حلوه وطعمها حلو والكلام ده كله تمام، ولكن انا احب العين الجمل لان بتبقى احلى من البيكان بكتير. دي اعلى فايده ودي اعلى فايده ماشي، بس انا بحب الحاجه العاديه. الكاجو طعمه مش احسن حاجه، اللي هو الكاجو هو ليه طعم لوحديه شويه، ولكن حاسس ان الكاجو التاني بيبقى معرفش هل جايبينه كله الصغير والطعم ده، ولكن هنا بس نتوقف عند كاجو ونخش على بعض. واغلى كيلو على المجره مكسرات هو زين ب 1600 جنيه. واحد كيلو كام؟ 1600 جنيه. باين الكلام ده يا عزيزي؟ حجم باين. يا حجم ايه؟ ما هو كيلو في الاخر. لا حجم كاجو. ماشي. يلا بينا نوزن الكيلو بتاعه نشوف ايه الاخبار. ايه ده؟ دهب دي مش مكسرات. ايه اللون ده؟ زين. تحياتي ليكوا. وبرضك حاطين البيكان والميكاديميا دي اللي هي بتعلي الكوليسترول. تعالى لي يا بابا، طلع كيلو بالظبط ولا طلع قد ايه؟ 87. بص ما يهمنيش، المنظر شهي، المنظر حلو.